السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جديد جريمة قتل رجل أعمال بباتنا. أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة باتنا بإيداع المتهم الرئيسي ومرافقه في قتل رجل الأعمال بن يحيى عبد الرزاق الحبس، فيما أصدر أوامر بإلقاء القبض على بقية أفراد المجموعة المتوسطة وإخضاعهم لنظام الرقابة القضائية. وقدم منتصف نهار اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنا كل التفاصيل الجديدة المرتبطة بقضية قتل رجل الأعمال بن يحيى عبد الرزاق في 18 أبريل المنصرم. وأوضح ممثل النيابة العامة أن الجريمة التي ارتكبت في التاريخ المذكور على الساعة 11:10 ليلا بجوار مسكنه العائلي بطريق تازولت تم استرجاع فيها السلاح الناري المستخدم في الجريمة وكذا اللباس النسائي، كما أن العملية كانت بتدبير من طرف مجموعة مكونة من 6 أشخاص تم تحديد هويتهم جميعا، وهذا بتدبير من طرف المتهم الرئيسي. وأضاف وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنا إن المتورطين في الجريمة تم تقديمهم أمام النيابة العامة لدى محكمة باتنا وإحالة ملف الإجراءات لقاضي التحقيق للغرفة الثانية الذي وجه لهم تهم جناية تكوين جمعية أشرار والتخطيط لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وكذا المشاركة في الجناية وعدم التبليغ من طرف البعض منهم. عن ملابسة القضية والإجراءات المتخذة بشأنها، نعلم الرأي العام أنه كما سلفنا الذكر أنه بتاريخ 18 أبريل 2023 حوالي الساعة 11:30 كان الضحية المرحوم بن يحيى عبد الرزاق على متن مركبته نوع باسات سوداء اللون رفقة زوجته متجها إلى منزله الكائن بطريق تازولت، وأثناء وصوله وهو بصدد إدخال أو ركن سيارته كانت سيارة محل متابعة تم إلقاء عيارات نارية على الضحية. مباشرة بعدها تم نقل الضحية للمستشفى الجامعي والذي وافته المنية نتيجة الإصابات التي تعرض إليها. مباشرة تم اختارنا من طرف مصالح الضبطية القضائية أين تم الانتقال بغرض الوقوف على مجريات التحقيق الأولي، وقمنا بتكليف مصلحة الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بغرض فتح تحقيق في الوقائع حتى نتمكنوا من توقيف الفاعلين وتحديد هويتهم. التحريات من خلال التحريات التي قامت بها المصلحة أو مصلحة الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن باتنا، بعد تغطية جميع الإجراءات بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنا، تم تحديد هوية الفاعل الرئيسي، ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه الأول دا خا الذي تم توقيفه بمدينة باب الزوار الجزائر العاصمة، كما تم تحديد هوية الفاعل الرئيسي الذي كان بمعية المتهم الأول على متن المركبة، ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه دا الحام. مجريات القضية ومواصلة التحقيق في القضية من طرف المصلحة الجنائية بأمن باتنا، أنه بعد تغطية جميع الإجراءات قلنا بالتنسيق مع النيابة المحلية وهي نيابة باتنا، تم تحديد جميع هوية الأطراف المتورطين في القضية، كما تم استرجاع السيارة المستعملة في الجريمة والتي استعملها المشتبه فيه الأول بعد التمويه بتغيير رقم تسجيل السيارة، وجميع الأشخاص الذين تورطوا في هذه القضية. بعد استرجاع السلاح الناري وكذا اللباس النسائي الذي استعمله المتهمين في تنفيذ الجريمة محل قضية اليوم، أنه تم إرسالها إلى الخبرة الباليستيكية والتي أكدت وأفادت بأن السلاح الذي تم العثور عليه واسترجاعه بعد قيام المتهم الرئيسي دال خا بإخفائه لدى شخص آخر من الأشخاص المتورطين في القضية. بعد إحالة الملف الإجراءات والأطراف على السيد قاضي التحقيق، وبعد سماع قاضي التحقيق للأطراف وعند الحضور الأول، أصدر قاضي التحقيق أمر إيداع في حق المتهم الرئيسي دال خا والمتهم المتورط في القضية عين سين،
وكذا أمر بالقبض ضد المتهمين الغير حاضرين أو الغير الذين لم يتم توقيفهم إلى حد اليوم. أمر بالقبض ضد المتهم دالحة والمتهم الثاني باء صاد، كما قام بإخضاع باقي المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد.